ازيكم عاملين ايه؟ انا زياد وده فيديو جديد. النهارده عايزين نحط الميكروسكوب على شخصيه من اكتر الشخصيات اللي السينما والدراما المصريه بتحبها، بس في نفس الوقت اكتر شخصيه اتظلمت طريقه عرضها. الشخصيه ديت وهي شخصيه الغبي، الشخص اللي بيتقال عليه في السيناريو دمه خفيف، بس لما تتفرج عليه كويس تكتشف ان وراه كميه عنصريه ما تتوصفش. وخلينا نقولها بصراحه، السينما المصريه ما قدمتش الغبي، قدمت نسخه هزليه من الانسان المختلف. يعني بدل ما تحاول تفهمه قررت تضحك عليه. وعشان نكون منصفين لازم نعرف ان الغبي ده في نظر المؤلف ليه ثلاث صفات اساسيه. اي شخصيه فيها الثلاث صفات دول، ولو لقيتهم اعرف على طول انك بتتفرج على الغبي بتاع الفيلم او المسلسل، اللي هو ببساطه كده عنصريه شكليه. المؤلف بيبدا يكون الشخصيه مش من تفكيرها ولا من دوافعها، لكن من شكلها الخارجي. لازم يبقى شكله مش طبيعي علشان الجمهور يعرف من اول لقطه انه مش زينا. وده ممكن يطلع في شكل اسنان متكسره، او شعر مش مترتب، او طريقه لبس عشوائيه، او حتى في الصوت وطريقه الكلام. يعني لازم الشخص يشبه الغبي مش بس يبقى غبي. وده اللي بيخلي السينما والدراما المصريه تحط دايما صوره في دماغ المشاهد ان اللي شكله مش كامل او مختلف يبقى تلقائيا ناقص عقل. ودي في حد ذاتها كارثه، اللي بتخلي الناس في الشارع فعلا بتبدا تشوف اي حد مش على مقاسهم كانه اقل منه. وده نوع من العنصريه اللي بيتغلف بالكوميديا. يعني مثلا لما الفيلم بيجي لك شخصيه عامل بسيط شكله غريب، او واحد بيتكلم بطريقه عاميه زياده، على طول بيتحطوا في خانه المصدر الكوميدي. وده معناه انك مش بتضحك على الموقف، ده انت بتضحك على الانسان نفسه. تاني حاجه وهو الغباء المبالغ فيه، وده اللي ممكن نسميه غباء المؤلف مش غباء الشخصيه. اللي بيكتب الشخصيه ده دايما بيخليها غبيه لدرجه غير منطقيه تخليك تقول يا عم ده لو طفل مش هيعمل كده. يعني تلاقيه بينسى حاجات مستحيل تتنسي، وبيغلط في حاجات المفروض انها بديهيات اصلا، وبيتصرف تصرفات تخليه يبان كانه مش عايش معانا في نفس الكوكب اصلا. الغبي هنا مش بني ادم، ده مجرد وسيله للضحك. الصفه الثالثه معانا وهي الغبي لازم يكون ليه قائد، ودي النقطه اللي دايما بتكمل الصوره، لان الغبي في السينما ما ينفعش يعيش من غير حد فوقيه. القائد ده دايما هو اللي بيفكر وبيوجه وبيستخدمه كاداه علشان يوصل هو لمصلحته او علشان يحس بكبرياء. ده اللي بيخليك تبتدي تفكر وتقول هو الغبي اللي بنضحك عليه فعلا غبي، ولا اللي شايف نفسه فاهم كل حاجه هو الغبي الحقيقي. وهنا نروح لاكتر مثال عبقري ممكن يشرح عليه الفكره دي، مسلسل راجل وست ستات، وتحديدا الشخصيتين عادل ورمزي. عادل هو الغبي اللي فاكر نفسه ذكي، رمزي في المسلسل هو النموذج الكلاسيكي للغبي اللي بنضحك عليه، كل تصرفاته خارجه عن المنطق، وببساطه كده هو عارف نفسه غبي ومتصالح مع ده. وده في حد ذاته مش خطر، لان رمزي مش بيحاول يفرض غباء على حد، ولا بيكابر، ولا بيحاول يعلم الناس غلط. هو غبي عايش في حاله مش مؤذي. لكن تعالى بقى على عادل. عادل ده كارثه، هو مش غبي في الشكل، مش غبي في التصرف الظاهري، بس غبي في الفكر، وده اخطر نوع من الغباء. عادل دايما بيتكلم بثقه مفرطه، بيقول كلام كبير كده تحسه مليان معلومات، لكن لما تراك بتكتشف ان نص الكلام ده غلط والنص التاني تأليف من عنده. وبيكابر جدا، حتى لما بيكتشف انه غلطان ما بيرجعش، بل بيكمل الغلط ويبرره. وده النوع اللي فعلا بيهد المجتمع، لان عادل مش عارف انه غبي، وده اللي بيخليه اخطر من رمزي بكتير. عادل بيصدق نفسه وبيضحك على نفسه وبيعلم غيره معلومات غلط، وفي الاخر بيضحك بثقه كانه اكتشف نظريه جديده. اللي بيخوف ان شخصيه زي عادل مش خيال، هي فعلا موجوده حوالينا كل يوم. ممكن تلاقيه في صاحبك اللي بيتكلم في ثقه في كل حاجه، من السياسه للدين للكوره، وهو ولا فاهم ولا دارس بس واثق. وممكن تلاقيه مثلا في الراجل الكبير اللي مقتنع ان رايه صح وان جيلنا هو الغلط. وممكن تلاقيه برضه في صاحب السوبر ماركت اللي بيقنع الناس ان ده احسن نوع سكر، وده لانه بس هو ده اللي عنده. النوع ده من الناس بيقود رمزيات كتير في حياتنا، ناس بسيطه مش بتفكر كتير لكن بتصدق، والنتيجه ان الغباء بيتحول لعدوى. تعال حتى لو الكلام بقى بلا معنى، في النهايه عادل بيبقى رمز لكل واحد شايف نفسه دايما فوق المساءله، كل مسؤول بيغلط وبيكابر، كل حاكم شايف الغلط في الشعب مش في نفسه. وده نوع الغباء اللي ما بيتعالجش، لانه مش غباء في التفكير، ده غباء في الاعتراف. بعد ما فهمت ان عادل مش مجرد غبي، ده حاكم صغير عنده ديكتاتوريه بالحجم العالي. تعالوا نشوف بقى ازاي الشخصيه ديت هي كانت مرآة مصغره للنظام اللي احنا عايشين فيه. عادل طول الوقت بيتكلم بصيغه غريبه جدا، بيتكلم عن حاجات هو مش فاهمها، وبيحلل امور مالهاش علاقه ببعض، بس الناس بتسكت مش لانهم مقتنعين، عشان عارفين ان الجدال معاه ملوش لازمه. وده بالظبط اللي بيحصل في اي بلد بيحكمها عادل كبير، اللي شايف نفسه عبقري والناس كلها جهله. تخيلوا كده يقعد مع اصحابهم ويقول لهم يا جماعه الاقتصاد ماشي زي الفل، وهو عارف ان الاسعار مولعه والناس مش لاقيه تاكل. لو حد قال ان هو مش عارف يتصرف بيرد عليه بجملته الشهيره اللي مش قادر يعيش غلطان ولازم يتاقلم مع الموضوع، وهو مقتنع ان المشكله مش في النظام لكن الناس هي اللي مش بتفهم سياسات. لو اتكلمنا عن التعليم هيقول لك احنا عاملين تطوير شامل، بس ما حدش فاهم ايه اللي اتطور، والمدارس لسه اصلا ما فيهاش ديسكات، والطلاب لسه بيحفظوا مش بيفهموا. ولو سالوه فين الاصلاح بيقول لك الناس مش شايفه الانجازات. طب فين الانجازات وفين التقارير ان انت عملت كده اصلا؟ الصحه هيقول لك المنظومه اتحسنت رغم ان الناس بتموت على باب المستشفى. وكل لما الدواء بيزيد بيقول لك ما هو الغلا ده في كل العالم، وكأن كل اللي بيحصل مجرد سوء تفاهم قوي. العبقريه في عادل انه مش بس بيكذب،
هو بيصدق الكذبه اللي اخترعها وبيعيش جواها كانها حقيقه، زي اي مسؤول بيقنع نفسه ان الشعب مبسوط وان اي صوت معترض عدو للنجاح. اللي حواليه واللي هو رمزي ومراته والستات اللي معاه بقوا شبه الشعب اللي تعب من الجدال، اللي كل ما يحاولوا يتكلموا يقفل في وشهم الحوار بجمله من نوع انا عارف اكتر منك، اسكت وخليك في حالك. وفي الاخر لما كل حاجه بتنهار بتلاقي عادل واقف وسط الخراب وبيقول لك انا عملت اللي عليا، يلعب في الناس. ودي اخطر لحظه في الشخصيه، لانها مش بس نهايه مشهد، دي نهايه وطن كان ممكن يتصلح لو بس حاكم سمع كلام الشعب. الغبي في السينما المصريه والدراما المصريه مش مجرد شخصيه بتضحكنا، ولا مجرد واحد لابس هدوم غريبه وبيقول كلام ملوش لازمه. الغبي الحقيقي ساعات بيكون هو اللي ماسك المايك، هو اللي عنده الكلمه العليا، هو اللي شايف نفسه دايما صح وبيكابر حتى وهو عارف انه السبب في كل حاجه بايظه. السينما فضحته من غير ما تسميه، واحنا ضحكنا عليه سنين. بس الحقيقه ان عادل مش شخصيه في مسلسل، ده نظام تفكير موجود في كل شارع وكل مكتب وكل سلطه، وحتى ممكن يبقى جوه بيتك. رمزي مش خطر انه عارف انه غبي، لكن الخطر حقيقي دايما في عادل، اللي عارف انه غلطان وبيكابر، اللي بيبرر الفشل وبيجمل الخراب وبيضحك علينا وهو بيصدق نفسه. الغبي اللي بيضحك الناس بيتنسي، لكن الغبي اللي بيحكم هو اللي بيكسر الشعب. بس كده كان الفيديو بتاعنا، ما تنساش تعمل لايك وشير في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وما تنساش برضو ان احنا مش بنتكلم عن عادل بس كده. اشوفك الفيديو الجاي، السلام عليكم.